الفيديو الذي هز عرش بيريز. الإخليفي يصدم الصحفيين بكلمات قوية ومفاجئة بعد اجتماعه مع مبابي. ضربة جديدة يبدو أن رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الإخليفي في طريقه لتوجيهها للأندية الإسبانية، وهذه المرة الأمر يخص ريال مدريد. فردة فعله الغريبة للغاية بعد تدريبات اليوم الصباحية صدمت كل الصحفيين، وكما سوف تشاهدون الآن الرجل القطري بكلمات الواثق يفسر كل شيء. هل بالفعل تغير وضع مبابي؟ هل سيجدد عقده مع البي اس جي؟ ما الذي حدث وجعله يتنازل عن عقابه ويعيده للتدريبات مرة أخرى؟ ناصر الإخليفي كان أمام تلك الأسئلة من الجماهير قبل الصحفيين، وبعد حضوره تدريب الفريق الصباحي واجتماعه الحاسم مع كيليان مبابي وجها لوجه بحضور المدرب لويس إنريكي. الاجتماع نتيجته سوف تقولونه بأنفسكم بعد مشاهدة مقطع الفيديو التالي، والذي أظهر فيه الإخليفي كل شيء بوضوح تام، وبابتسامته التي تحرق قلوب خصومه رد على كل تلك الاستفسارات وأرسل رسالة واضحة لرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، الذي بدأ الخوف يقف أمام بابه وسط شعور متزايد بأن كيليان مبابي وعد ناصر الإخليفي بالتجديد، وإلا لم يكن ليسامحه ويعطيه الإذن بالعودة للتدريبات الجماعية والمباريات، وهو الذي قال إنه لن يعيد كيليان بأي سبب من الأسباب إلا بعد موافقته على تجديد عقده. هنا ريال مدريد قد يجد نفسه مضطرا لتقديم ما يريده باريس سان جيرمان من أموال، وإلا لن يحصل على كيليان مبابي بالمجان في عام 2024 كما كان مخططا. وهنا في مقطع الفيديو لأول مرة منذ مدة يظهر الإخليفي مبتسما، بل ويقف وينزل من سيارته ويلتقط صورا مع الجماهير بعد فترة توتر دامت طويلا كان فيها يتجاهل كل الصحفيين وأسئلتهم، ولكن يبدو أن قضية الميركاتو قد تم التوصل فيها لحل نهائي، وهذا الحل سوف نراه قريبا في الأيام القليلة المقبلة.